اليوم اشتريت هذي الطابعة. طبعا كانت اكو طابعة ثانية بنفسي بس ذيك كانت كلش غالية، فهذي تقريبا يعني قريبة شوية للمواصفات اللي أنا أريدها. هاي قدامكم. فتحت الباكيت ولقيت أول شي بداية الباكيت أحبار براذر، مخلين استغربت مخلين عبوتين أسود والباقي ألوان. وهسه بنهاية الفيديو تشوفون هو وين الحقن. طبعا أنصح كل واحد يشتري طابعة تكون عملية الحقن خارجية، لا تشتري طابعة الكادرج ما تفيدك، لأنه أول شي تطبع قليل. شغلة ثانية، الكادرج إذا خلص أحبار لازم تشتري جديد، والجديد كلش غالي أغلى من الأحبار، وبعدين تصير دقة الطبع مالتها مو زينة أبد، ما تصير مثل أول مرة أبد. الحلو هنا بالأحبار يعني كل عبوة حبر مخليها بكيس، كلش عجبني هذا التغليف مالتها. مرات نشتري أحبار نلقى كل العبوات بباكيت، وعلى الأغلب يعني يندارن، بس هاي محكم القبض مالتها. أكو طبعا تقليد لهذه الطابعة، يعني هسه سعر هذه الطابعة يعني حسب المكان تتراوح، تبدي أسعارها من 200 210 200 وشوية مع التوصيل دا أحجي، لحد تقريبا 250، بس أكثر من هيجي السعر لا ماكو. يعني هو هاي أسعارهن تتراوح من 200 إلى 250 حسب النوعيات. أنت تشوفها نفسها، بس لا تلقى أكو مثلا بالصنع مالتها أو مكان الصنع مالتها فتقول لا هي كلها 200، لا أكو 200، هي تتراوح من 200 إلى 250. طبعا يعني تطلع تقريبا أقل من $200 إذا نريد نحكي بالدولار. مثل ما تشوفون هنا الكيبلات مالاتها. ها على فكرة ترى بعد هذا الفيديو راح أنزل شلون نبدي نعرف الطابعة وشلون نستنسخ بيها وشلون نحقن الطابعة، بس هسه حبيت أفتحها قدامكم تشوفون شنو بداخل الكرتونة وشنو اللي يجي وياها وشلون راح تجي مغلفة، فردت أشوف لكم من أول لقطة للأخير. فبعد هذا الفيديو راح أنزل لكم من قاعدة أحقنها وأخلي لها الورق وأعرفها وشون ننصب البرنامج، ننزل البرنامج على التليفون ونربطه بالطابعة، وشون نبدي نسحب صورة من التليفون، وشلون نسحب أو نستنسخ نسخ مباشر وأسود وملون. هذه كل التفاصيل إن شاء الله راح أنزلها بس بعد هذا الفيديو. يعني هذا الفيديو راح يكون بس أشوف لكم هو شنو بالكرتون. إذا اشتريتوها حبيت أشوفكم الكرتونة ويجي وياها وسعرها. هاي تقريبا اشتريتها تقريبا $200، يعني بعدني والله أعلم زينة مو زينة بعد، بس هم يمدحون بيها. أكو وحدة شبيهتها بالضبط، ذيك تنسخ نسخ تلقائي وجهين، وشوية عندها مزايا أكثر من هاي. لا ذيك غالية، ذيك تطلع تقريبا $400 أو $350. ذيك غالية، بس إن شاء الله اشتريها إن شاء الله، إذا الله قدرني أشتريها. اللي يقولون شو تسوين بيها، أنا أدرس خصوصي أو مرات يعني نحتاجها، مو مرات يعني هواي والله، يعني أنا بلي طابعة ما أقدر، بلي طابعة ما أقدر. وهمين هاي الطابعة راح أخليها للوجه الله، يعني أي أحد من الجوارين أي أحد من الناس يستنسخ مني يسحب كتاب أي شي لله، خليها لله. أي أحد يستنسخ ببلاش عادي، صح أخسر أوراق وأحبار وكهرباء بس ما يخالف. فأني نيتي بهاي الطابعة نخليها لوجه الله، أي أحد يريد يستنسخ يستنسخ ببلاش، ما أخذ منه فلوس. ملزمة يريد يستنسخ كتاب، إذا عنده معاملة يريد يستنسخ هويته أي شي عادي. وبنفس الوقت أني هم تفيدني لأنه أدرس خصوصي فتفيدنا، يعني هم استفاد منها أني، حتى ما أدز الطالب كل شوية يطلع برا لا أمي حتى استنسخ. وطبعا قلت لكم أي أحد راح يستنسخ مجانا. هاي هنا أنا راح أخلي الورق، وهنا هذا اللي تشوفون شلون الحقن يصير، هنا عبوات خارجية. هذا اللي أنا دا أقول لكم عليه،
بالك تشتري طابعة كادرج، لا، اشتري أحبار طابعة بها يعني عبوات أحبار، وتجي تحقن دشوف، تفتح هاي الصمامات وتعبيها أحبار. أبد لا تشتري الكادرج. الكادرج يعني من يخلص لازم تروح تشتري كادرج جديد، بس عبارة عن صرف، وصدقوا بالله بعدين الطبع ما يطلع مضبوط مثل أول مرة.